ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل صينية كنافة ملهاش حل، مظبوطة على المسطرة. اللي بيحب الكنافة بقى كل سنة وانتوا طيبين، من عشاق الكنافة يحضر في الفيديو دوت. هيتعجبكم جدا ومظبوطة، وهقولكوا على كل تكية فيها تطلع لك الصينية دي ملهاش حل. اللي ياكلها عندك ما يبطلش، يعني ما يبطلش ياكلها عندك. هقولك بقى دلوقتي، انا الكنافه دي كانت في الفريزر، انا كسرتها بايديا وفتفتها كويس جدا. لازم تتحط في الفريزر تبات قبلها بيوم عشان تعرفي تكسريها. وبعد كده هو جبت سكر ناعم. دي بقى الخطوه اللي هي التكيه المهمه جدا، تجيبي سكر ناعم. وبعد كده هو تجيبي حبه حلوين كده اهوت، وتقومي رشهم على الكنافه، وتبداي تقلبي زي ما انا مورياكي كده بالظبط. وبعد كده دول نص كيلو كنافه، عليهم قد ايه سمنه؟ عليهم كوبايه سمنه. النص كيلو كنافة عليه كوباية سمنة، ديت المقادير المظبوطة مظبوطة. وبعد كده هبدأ احط سمنة في الصينية. وبعد كده هرش الكنافة تلات ارباعها تحت والربع التاني فوق. ليه؟ ان انا هعملها صينية كنافة بالكريمة او بالقشطة الكدابة زي ما بيقولوا. وبعد كده هتقولي لي طب انت ليه ما حطيتيش في الكنافه سمنه؟ لا، السمنه مش دلوقتي خالص، لما اضغط عليها وافردها كويس جدا 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 هبدا احط السمنه من على الوش، وكده كده كلها هتشرب من بعضها. تعالي بس تشوفي المنظر. دي صينيه اصغر منها، مسكتها ورحت مدك عليها كويس جدا. انا دلوقتي عملت الجزء اللي تحت، حطيت الكنافه وعملت الجزء اللي تحت. تعالوا بقى نعمل الايه، القشطه الكدابه اللي بيتقال عليها. دلوقتي ده نص كيلو لبن، ورحت حاطه عليه كان في بتاع معلقتين نشا. هحط معلقتين نشا وهحط معلقه دقيق، يعني معلقتين نشا ومعلقه دقيق. وهبدا ان انا اضربهم في بعض. لسه ما فتحتش البوتاجاز. بصي كنت لسه بقول لك انا كل ده كان الاول على البارد، معلقه دقيق على معلقتين نشا. وبعد كده هبدا ان انا اضربهم بالمضرب. بص انا عايزه اقول لك ان انا غيرت الحله اللي هي البامبا ديت من الحله السوداء علشان اوريكي منظر الكريمه واوريكي قد ايه. وحطيت كيس فانيليا، وهحط معلقه سكر ناعم في القشره الكدابه دي. هحط بصوا زي رشه كده اهو، معلقه سكر ناعم. يبقى حطيت كيس فانيليا، معلقه سكر ناعم، معلقه دقيق، معلقتين نشا، مع نص كيلو اللبن. وبعد كده وبعد ما قلبتهم كويس خالص وعاملين زي الكريمه، هنرجع للكنافه تاني. ده النص اللي احنا ضغطنا عليه كويس جدا. على فكره خدتها في الارض وضغطت الصينيه اللي هي الصغيره عليها بطبق صينيه اللي انت حابه. وبعد كده هبدا احط على الطروف كنافه. ليه بتحطش على الطروف؟ علشان القشطه ديت لو طلعت لمست الصينيه وهي في الفرن هتتحرق. القشطه لو لمست الفرن هتتحرق، فلازم احط كده على الجناب كنافه. وبعد كده اجيب الكريمه هي بالظبط نص كيلو الكنافه، خد نص كيلو القشطه. وهبدا ان انا اقلبه كده لازم تكون ان هي ماسكه نفسها كده وتقيله ومش سايحه. معلقه الدقيق بقى تفرق في ايه بقى. لو انا حطيت نشا وحطيت لبن بس، القشطه هتبقى سايحه مني، انا مش عايزاها سايحه. لو بقت سايحه مني عايزاها سايحه بعد ما اقطع الخرطه بتاعت ما اطلع صينيه الكنافه، لكن مش عايزاها تبقى سايحه مني وهي لسه هتدخل الفرن. انا عايزاها تبقى ماسكه كده وبعد كده هبدا اخد بقيه الكنافه التانية اللي هم يعتبر ربع الكميه، هحطه على الوش. ليه حطيتي تحت اكتر من فوق؟ علشان السوا كله هيبقى من تحت. وبعد كده هبدا اقلب صينيه الكنافه، فانا عايزاها من فوق تبقى عاليه كده ومظبوطه. هتشوفي شكلها تحفة وحلوة جدا جدا جدا. ولو وصلتي معايا لحد هنا هقولك بالله عليكي لو انت مش مشتركة ما تنسيش تشتركي، ولو انت مش عاملة لايك اعملي لي لايك، ولو بتعمليها بطريقة تانية برضو قولنا، وكلنا بنتعلم من بعض. عايزه اقول لكم بقى ان انا مجهزه عندي الشربات بجهزه من قبل رمضان، اصلا من قبل رمضان بيوم. بصوا دي بقيه الكميه السمنه. هي كوبايه سمنه، حابه تحطي نص كوبايه زيت على نص كوبايه سمنه اعملي كده. حابه تعملي، انا ما بعملهاش الا بالسمنه بس، حابه تعملي كوبايه سمنه بس اعملي كده، اللي انت حابه اعملي. انا بقى بقول لكم ان انا الشربات بتاعها انا بجهزه من قبل رمضان، من قبل رمضان بيوم. ازاي بتجهزي؟ بجيب كل كوباية سكر عليها كوباية ونص مية،
بصوا انا كده خرجتها. ماشي. بحط كوبايه السكر عليها كوبايه ونص ميه، وبعد كده هو اقوم حطاهم على النار، وما بقلبش السكر في الميه ولا باجي جنبه خالص. وبعد كده هو اعصر عليه نص ليمونه واحط عليه كيس فانيليا، بس كده غلوتين وبطفي عليه وبسيبه في التلاجة. طبعا الكنافة لازم تكون سخنة والشربات طالع من التلاجة ساقع. ماشي. وبخلي بقى للقطايف، بخلي للكنافة بينفعني جدا، بعمل كيس على بعضه، كيس سكر على بعضه. بصوا المنظر اوريكم دلوقتي وانا بقطعها، فظيعه رهيبه. والله العظيم لو عملتيها بالطريقه دي مش هتبطلي تعمليها. بس ما تنسيش اي حاجه من اللي انا قلت لك. وعلى فكره مش مكلفه خالص، والله العظيم تحفه. ده نص كيلو الكنافه اصلا ب20 جنيه، والدقيق والنشا دوت في بيتك اصلا، والسكر برضو ببيتك. يعني ما فيش بيت خالي من السكر ولا دي ولا النشا. انتوا فاهميني؟ فحاجه حلوه كده وفرحي عيالك بيها مع كوبايه شاي بلبن. والله العظيم تحفه، حلوه قوي وسهله جدا وبسيطه جدا، ومش هتبطلي تعمليها. بصي المنظر، بصي الكريمه عامله ازاي، انا هوريكم منظرها دلوقتي. بس فحضري الشربات دوت عندك وحطيه في بطرمان في التلاجة. عندك قطايف، طلعي من التحمير بتاعه القطايف وحطي على على العسل بتاعك. عايزه تعملي صينيه كنافه، طلعيها وهي سخنه كده وتقومي عاملاها. بصوا جميله وحلوه قوي. بصوا المنظر.